السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إدارة الزهراء تواصل اتفاقها النهائي مع المدافع المنتخب الوطني علي فائز من أجل تمثيل الفريق للموسم القادم الذي كان يلعب مع نادي الطلبة. الوحدة السعودي يقدم عرضا رسميا للمصري طارق حامد. محمد داوود قريب من توقيع من نادي الزهراء قادم من نادي الشرطة العراقي. الاتحاد الاماراتي يجنس الشاب المدافع التونسي على زهير، اللاعب يمني لكن المنتخب الاماراتي اعطاه جنسية وجنسه. نادي اربيل يتعاقد مع خليفة ابو بكر. نادي اربيل يجدد عقده مع امجد راضي لموسم اخر. منو يتذكر جواد كاظم اللاعب الشاب لاعب منتخب العراق، لعب مع منتخب الشباب في 2013. منو يتذكر شكله بعد ترك كرة القدم؟ هذا شكله وترك كرة القدم وشوف شلون تغير 90% على شكل اللاعب جواد كاظم. ايوب اوديشو يستغني عن المدافع حمود مشعان. ايوب اوديشو يقول غير مقتنع بهذا المدافع واستغنى عنه. غياب آلاء فاضل عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب الإصابة. أربيل يتعاقد مع القاني إفرانكي. المهاجم القاني تم تعاقد معاه من قبل نادي أربيل. كاساس يمنح الفرصة للاعب هيران أحمد في بطولة تايلاند، يعني هذا اللاعب راح يلعب مع المنتخب العراقي الوطني في بطولة تايلاند. قوقية خارج حسابات كاساس في بطولة تايلاند. قوقية استبعدا كاساس من القائمة في بطولة تايلاند بعد المدرب برقبته ونظرته للاعب. احصائيات جستن ميران في الدوري الامريكي لعب 290 مباراة، عدد الاهداف 52 هدف، عدد الصناعات 45 هدف صنع، واللاعب عمره 34 عام. يعني لاعب جستن لا توقف لكن تم محاربته واستبعاده من المنتخب. المحترف في الدوري الإيراني صفا هادي يقول إن كاساس تواصل مع المدرب النادي الإيراني ليسأل عن وضع اللاعب صفا هادي، ويقول هناك إعلاميين وصفحات المواقع تروج لأشياء خاطئة عني. ممكن يعني كاساس يستدعي صفا هادي؟ لا أعلم. هل الخبر صحيح؟ ثائر جاسم إدارات الأندية تخضع لضغوطات جماهيرية، وأقالة المدربين تتم عن طريق منشور في الفيس. نادي القوة الجوية يستبدأ موسمه التحضيري في الأسبوع القادم استعدادا لبطولة دوري أبطال آسيا التي تنطلق 14/9 من هذا الشهر. شهر الجاي العفو، شهر التاسع. إدارة نادي الأهلي تحصل على موافقة من المدافع التركي القادم من تالنت الإيطالي دي ماريلا، سيتم توقيع معه اللاعب. محمد صلاح يعطي الضوء الأخضر لنادي الاتحاد للتفاوض مع نادي ليفربول. اللاعب يريد ينتقل للنادي الاتحاد من ليفربول، وأنا أشوف بدأت التفاوضات ورغبة اللاعب المجيء مع نادي الاتحاد. نادي النصر يعرض اللاعب تلاسكي على نادي النفط البصرة يعلن عن تعاقد مع البرازيلي جواه. نادي كربلاء يعلن عن تعاقد مع المدافع الكاميروني جولي تشوفي، اللاعب 25 عام. إبراهيم باش يعلن تجديد العقد مع نادي القوة الجوية. الزهراء يكمل ملف حسام البدري المدرب المصري لتدريبهم في الموسم القادم. درجال يشرح مشروع المواهب الكروية. الشرطة يجدد عقد فهد اليوسف وإدريس. قائد منتخب النيجير صاحب 30 عام يوقع مع نادي المينا. أيمن حسين خارج حسابات القوة الجوية، ممكن النادي الرجال بيضاء المغربي يتعاقد معه. محترف جزائري يقترب من القوة الجوية يلعب في مركز دفاع. نادي النجف يفاوض مع المدرب التونسي يامان، المدرب السابق لنادي الطلبي. اللاعب منتخبنا الوطني ونادي الأفا السعودي يعود تدريباته بعد الشفاء من الإصابة. سعد ناطق صدق ولا تصدق ما يحصل عليه نيمار مع الهلال السعودي، مكافأة 1,145 مليون دينار عراقي كل انتصار مع نادي الهلال، 715 مليون دينار عراقي كل مقابل بوست أو ستوري. أي إعلان يخضع للسعودية. طائرة خاصة، منزل ضخم جاهز ويمتلك فيه الأطقم ليعمل لخدمته. هذا كله من أجل التعاقد مع نيمار واللاعب
في الدوري السعودي. النصر السعودي مهتم ويريد يتعاقد مع حارس ليفربول صاحب العمر 30 عام، ممكن أن يتعاقدوا معه. لا تنسون اللايك والاشتراك.